وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما، هو العيد لما يحل ويزود. ودانا ودندانا بيكون العام سليم، هذاك الحارس كيف؟ لا ويا أهلا بالحلوة اللي دخلت على الفيديو. كيفكن يا حلوين؟ رجعت لكم من جديد. هذا الفيديو راح يكون عن يوم العرفة وكيف صمنا وكيف كانت أجوانا قبل بيوم من العيد. خليكن معي لتشوفوا كل الأجواء بهذا الفيديو. أول شي أنا وأهلي تسحرنا الحمد لله رب العالمين. اليوم ما نمنا أبدا. أنا صار لي فترة قبل العرفة ب10 أيام تقريبا ضليت أسهر كرمال أصلي الصبح، لأنه أنا ما بفيق كنت الصبح أبدا، فضليت سهرانة وكل مرة كنت أصلي الصبح ونام. هذا اليوم كان يوم عرفة كمان. قمت وتسحرنا الحمد لله رب العالمين وفرشيت أسناني ورحت فورا صليت قيام الليل. يعني هون كانت صارت الساعة 3 بشوي، يمكن صورت لكم الساعة. في كتير بنات قالوا لنا أنا وأختي إنه صوروا سوا أجواءكم، فحبينا نصور هاد كم مقطع سوا نحنا. بعدين حطينا هيك كاسات من المي وعبينا مي وقعدنا قرأنا قرآن. يمكن تشوفوا شوي صوتي مختلف لأنه مرضانة ومقربة. فقرأنا قرآن ودعينا والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وكل شي. تعالوا فرجيكم شو وصلني هدية من بابي، هدية العيد. شو حلو، هيك بيجي شكله. بنات راح افتحه معكم مع بيجامة العيد، فانا راح اخليه مسكر كمان هيك يطلع فيديو حلو، بس هيك بيجي شكله. وهلأ صار وقت النوم، إن شاء الله نلتقي غدا. ماشي. ليش تحكي يعني يدخل في صوتك عادي؟ شو هالأخت هاي؟ اليوم نحنا صمنا بالعرفة، الله يتقبل مننا ومنكم. حجهز حالي كمان اطلع وافطر برا. رح البس هذا القميص لانه الدنيا برا الصبح شوي دافي، بس المساء رح يكون كتير برد، رح البس معه هذا الجاكيت. رح البس معه هذا الاشارات تحطه من طريقة من جوا، بيطلع الموديل كتير حلو. رح البس مع هذا البنطلون الابيض. حتشوفوني اخر فترة بلبس هذا البنطلون كتير، بس لانه كتير برودة. اشتريت انا هالعطر صار لي فترة عم استخدمه وريحته بتجنن وبتبقى بالجسم. اخذت هذا اللون لونه ازرق وكتير حلو طلع. في بنت سألتني عن انستغرام شو بستخدم مسكرة، انا بستخدم هاي وبستخدم واحدة تانية اسمها نيو، بس النيو كتير كويسة، يعني ديك يومية بحس ان هاي كتير تقيلة فبستخدم النيو اكتر. وهيك بكون ستايلي جاهز. راح اصور لكم هيك كم مقطع وبعدين راح البسه وافرجيكم اياه على المراية.
بما انه نحن صايمين فحبينا اليوم ناخد معنا لحم عجين ونطلع. اهلي حابين يشربوا جنب اللحم عجين ايران، وانا ماني حابة اشرب ايران اصلا ما بحبه، فحبيت اخد صودا اخدتها وطلعنا. بنات أنا رح نزل كل أجواء للعيد تقريبا 4 أيام، ورح أتعب فيهم كتير كتير. بتمنى من كلياتكم تدعموني وما تنسوني من تعليقاتكم الحلوة، لأنه التعليقات هي اللي بتطالع الفيديوهات اكسبلور. وشكرا لكل وحدة عم تعلق لي، بس بحب دعمكم كتير كتير وبتمنى الكل يدعمني، لأنه أنا كتير عم أتعب بالمونتاج. المونتاج تقريبا بقعد فيه 2 ساعة وأنا عم منتج فيه، والتصوير وعن جد يعني التصوير مش شغلة سهلة أبدا أبدا. وبتمنى من كل يدعمني، وشكرا كتير لكل وحدة عم تدعمني. هون تقريبا بقي للأذان ربع ساعة، فخليت اختي الصغنونة تجهز الأكل وصور لكم إياه، لأنه دائما أنا بكون بمسك أي شي وبحطه، فقلت أغير شوي بالتصوير وخلي اختي تمسكه وتحطه. ما حسنت اصور لكم كتير اجواء بالسوق لانه كان جدا جدا زحمة، فصورت لكم هذا المقطع. كان لازمني انا واختي شنطاية، فاخذنا الشنطة ورحنا. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو وسلامات.